تحاول درصاف الجنواطي إخفاء توترها المرتبط بقيمة التحدي. بعد ساعة قليلة ستكون أعين ملعب برمته وآلاف المشاهدين مصوبة نحوها. الجنواطي أول امرأة ستدير مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الأولى التونسي. في البداية كنت متفاجئة كالجميع، لأنه كان رهانا لتونس ورهانا للبلدان العربية بصفة عامة، بالتالي يجب العمل والنجاح في إدارة المباراة. هذه المباراة جمعت في إطار الجولة الختامية من البطولة نادي الترجي الرياضي التونسي بالنادي البنزرت. درصاف الجنواطي أدارت المباراة بكل ثقة ولم تتردد في إسناد الورقات الصفراء في وجه اللاعبين. مع صافرة النهاية أكدت الشابة التونسية رضاها عن مردودها. ما نتصور روحي نجحت، هذايا ابخي تو الناس اللي باش تحكم مانيش انا. العباد تفهم ان المراه التونسيه تنجم تعطي وتنجم ما تكون ما خير. في صفوف المسيرين وحتى اللاعبين حصدت الحكمة العلامة الكاملة. بارتي معناها شوف معناها الجمهور وبريسيون عليها برشا، والله عديت مشروع ان شاء الله نراو معناها تولي انترناسيونال ان شاء الله نشوفوا معناها في الافريق حاجات كما هكا. دخلت الشابة التونسية عالم التحكيم في 2011 بعد مسيرة رياضية كحارسة مرمى. منذ 2015 سجلت اسمها في لائحة الحكام الدوليين للفيفا.